بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل الحواوشي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه خالص، وهنعمله في البيت ومش هنشتريه من بره تاني خالص. زي ما انتم شايفين كده، انا معايا العيش في ايدي او الحواوشي طري في ايدي خالص، ومن جوه ما شاء الله الله اكبر خطير. شايفين من جوه عامل من بره عامل ازاي؟ وهش وطري خالص وريحته حلوه ونضيف. احنا عاملينه في البيت وعارفين ما عاملين اللحمه من ايه، وعارفين العيش عاملينه ازاي، وانضف من بره 100 مره. شايفين العيش من جوه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر. وانت اللي بتتحكمي في الحشو، عايزه تحطي كميه كتير، عايزه تحطي شويه صغيرين، عايزه تحطي لحم مفروم، عايزه تحطي كبده، عايزه تحطي جبنه، عايزه تحطي اي حاجه احشي بيه، الموجود عندك احشي بيه، عايزه تحطي خضار. شايفين طري ازاي؟ طري والله، وطعمه خطير خطير خطير. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. يلا مع بعض نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا 3 كوبايات دقيق كبار. وانتوا اللي بتحددوا كميه الدقيق اللي انتوا عايزينها. هنا معايا معلقتين خميره كبار، والخميره زي ما انتوا عارفين انا مجرباها وعارفاها، يعني عارفه ان هي بتتفاعل معايا في العيش او في العجين. هنا عندي ربع معلقه كبيره ملح. هنزل عليه بالميه دافيه زي ما انتوا شايفين كده. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. و... او عايزه كمان لايك لو سمحتوا. واكتبوا لي في التعليقات عجبكم ولا لا. يعني اكتبوا لي لو في ليكم تعليق على اي حاجه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. هنا عندي معلقتين سمنه، معلقتين سمنه كبار. اي نوع سمنه عندك انت بتحبيه. مش بدرجه حراره الغرفه، يعني مش مسيحهم ولا حاجه، بدرجه حراره المطبخ. وانت عارفين الجو شتا الايام ديت، فهي ماسكه في بعضيها يعني، بس هتدوب معايا في العيش. عجنتها كويس زي ما انتم شايفين كده، ايدي ما بتلزقش فيها خالص عشان العجينه تطلع معاكي هشه وطريه. لازم تديها حقها في العجن كويس. اقل حاجه ربع ساعه عجن. هنا هغطيها واسيبها تخمر براحتها، وتعالوا مع بعض نعمل اللحم المفروم. زي ما انتم شايفين كده انا معايا حله على النار، هنزل فيها بمعلقه سمنه. عندي كمان معلقه زيت. هنا عندي بصلتين كبار وعليهم جرن فلفل حار، او مش عايزين حار مش مشكله، بس انا بفضل ان هو يكون سبايسي شويه، بيبقى طعمه حلو. وده كله في الخلاط، في الكبه، ضربهم في الكبه او بشوريهم لو مش عندك كبه على المبشره عادي. مش عايزين نصعب على نفسنا حاجه خالص، احنا نقدر نعمل كل حاجه في البيت زي ما احنا عايزين، وهيكون انضف من بره وهيكون اوفر من بره كتير يعني. زي ما انتم شايفين كده انا مش هخلي البصله تاخد لون، لا ده انا بس هديها صدمه صغيره وهنزل عليها باللحم المفروم. زي ما انتم شايفين كده عندي نص كيلو لحم مفروم. انا بصراحه كنت مستعجله شويه وعملت اللحمه ما كانش فك الا شويه صغيرين. فانا هغطي عليها ومش هحط البهارات عليها دلوقتي خالص، فهسيبها لما تفك وبعد كده هنزل عليها بالبهارات. زي ما انتم شايفين معايا نص معلقه او ربع معلقه فلفل اسمر معايا. البهارات بتاعتي معايا 7 بهارات لحمه يعني. معايا ربع معلقه 7 بهارات. هسيبها كده 5 دقايق تاخد لون بس وتتشمع، وهنزل عليها بحبيتين طماطم متقطعين زي ما انتم شايفين صغير كده. هنزل عليها هي كده، تحط عليها فلفل، وتحط عليها طماطم وبصل، وحطيت بهارات. هسيبها تستوي 5 دقايق براحتها، ونرجع بقى للعيش نشوفه عمل ايه. ما شاء الله الله اكبر. شايفين شكله عاد عامل ازاي؟ ما شاء الله. الله اكبر. شايفين شكله عاد عامل ازاي؟ ما شاء الله الله اكبر. شايفين شكله عاد عامل ازاي؟ ما شاء الله. الله اكبر. شايفين شكله عاد عامل ازاي؟ ما شاء الله. الله اكبر. شايفين شكله عاد عامل ازاي؟ ما شاء الله.
شايفين؟ تعجني العجينة صح تطلع معاكي فلة. هنا هقطع العيش زي ما انا عايزاه صغير عايزاه كبير، انا الحجم اللي انا عايزاه بتحكم فيه. هدهن معايا صينيه ماده دهنيه، او لو عايزين تعملوا على الرخامه مش مشكله، بس انا بفضل اعمله على الصينيه صراحه. هقطع بقى العيش الحجم اللي انا عايزاه، يعني اللي عايزاه صغير عايزاه كبير، عايزه عدد معايا، يعني زي ما انت عايزه اللي انت حابه اعمليه. وما تنسوش الاشتراك في القناه يعني عشان نكبر ان شاء الله، تكبر بيكم. زي ما انتم شايفين كده هقطع الكميه كلها ان شاء الله وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت الكميه كلها، انا عندي معلقتين او 3 سمن زي ما انتم شايفين كده. حط بس يعني ان انا عايزه الرغيف ما يلزقش مني من تحت، هفرده على السمن زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله الله اكبر، العجينه في ايدي طريه خالص. هنا اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها مع بعض ريحتها ما شاء الله الله اكبر خطيره. في ناس بتعمل اللحمه المفروم ما بتسويهوش، بس انا صراحه بفضل ان انا اسويه، بيديله ريحه احلى وطعم احسن. بصراحه ما بحبش ان هي تتحط نيه، انا بفضل ان انا اسويها صراحه يعني. 3/4 سوا، مش بتاخدش سوا كامل يعني. زي ما انتم شايفين كده انا بقفل العيش من تحت، باخد اللي تحت بحطه على اللي فوق، يعني بقفله على بعض زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين ان ايدي صباعي بيعمل ازاي، بحط اللي فوق على اللي تحت، بلفه كده ببرمه مع بعضه عشان يقفل كويس. انا هنا شيلته حطيته على الصينيه، معلش ما اللقطه دي ما جاتش، بس ان شاء الله في المره الجايه هتشوفوا انا عملته ازاي. معلش اللي هو الفيديو طويل عليكم شويه المره دي، عشان انا حبيت بس اجيب كل التفاصيل. زي ما انتم شايفين كده برضو انا بعمل بقفل العيش كويس عشان ميفكش مني، بطلع اللي تحت على اللي فوق يعني. زي ما انتم شايفين انا بعمل ازاي. شايفين انا قفلته ازاي عشان ما يفكش مني خالص، عشان ما الفرن طبعا بيخمر تاني حجمه بيزيد، فلو ما قفلتهوش كويس ممكن يفتح منك. شفت انا هحط اللي انا عملته تحت، يعني هخلي وشه تحت. بصي انا بقلبه ازاي، بحط على وشه شويه سمنه صغيرين، وهدخله الفرن على درجه حراره 200، مش الفرن شغال من فوق ومن تحت. زي ما انتم شايفين كده انا كده بفرد، وبرده بنزل عليها بالحشو، بس اللي يعني يا ريت الحشو يكون بارد عشان ما يخليش العيش يخمر زياده ويطري معاكي فما تعرفيش تكفيه. لازم الحشو بتاع الحواوشي يكون بارد. زي ما انتم شايفين كده انا بقفل من تحت على فوق، من تحت على فوق. وبعدين لما باجي احط العيش في الصينيه او في الصاج اللي يخش الفرن، بقلبه على وشه، بخلي القفل اللي انا قفلته ده تحت عشان ما يفكش معايا. زي ما انتم شايفين ده شكله كده. بدخله الفرن على طول، ما بسويش يرتاح، انا بعجن بقطع وبحشي على طول وادخل الفرن على طول، ما بسويش يرتاح. هو بيبقى خمران واخد حقه في الخميره كويس، فخلاص يعني هيطلع معاكي زي الفل.
زي ما انتم شايفين ده شكله بعد ما عملناه. ويا رب يكون الفيديو بتستفادوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله.